السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي إن شاء الله في مطبخ ناصر. واليوم غنوريكم طريقة تحضير لسان العصفور أو لسان الطير كي كنقولوا له، اللي أنا قدمته بطريقة مختلفة ودرتو على شكل لوزة، يعني درتو صغيور بزاف، يعني جا زوين وحلو، ويعني حتى الواحد كيبغي ياكل هكا شي حاجة حلوة وكياكلها غير خفيفة، يعني غير وحيدة كافية، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم السكر وكيبغوا بعد المرات ياخذوا الحلاوة هكا. وكذلك انا كنسمو بمذاق ديال الشباكيه، كندير فيه النافع والزنجلان، يعني كيجي زوين، يعني اليانسون الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو النافع. ولهاد المقادير ان شاء الله كمكونات غادي نحتاجو نصف كيلو من الدقيق الابيض من نوع جيد. كذلك غادي نحتاجو نصف كيس ديال الخميره الحلويات من وزن 8 غرام، هاي بحال اللي شفتوا. كذلك غادي نحتاجو نصف ملعقه ديال الملحه. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده، حتى الزبده هي من نوع جيد. نصف ملعقه ديال القرفه. وكذلك غادي نحتاجو معلقه عامره ديال النافع او اليانسون. وهنايا انا عندي الزنجلان اللي انا طحنته نصف كاس، يعني مطحون عبرت نصف كاس، ويعني عمرت الكاس مزيان وضغطت عليه عطاني نصف كاس هكا مطحون، سحقوه مزيان 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 مزيان. وكذلك غادي نحتاجو الماء باش نجمعوا العجينه. وهنايا عندي واحد المعلقه كبيره عامره ديال ماء الزهر. وغنحتاجو الزيت ان شاء الله باش نبسطوا العجينه ونخدموها. ونبداو على بركه الله. هنا غنجيب الاناء اللي غنخدم فيه. بسم الله. غنوضع الدقيق اللي انا غربلته، يعني منخول، يعني غربلوه في الاول، وغنوضع المكونات ديالي كلها هنا الوسط. القرفه والزبده والملحه والخميره ديال الحلويات، ماء الزهر. وغادي هنايا غنبسبس العجينه مزيان، غندخل ديك الزبده، نحاول المكونات كلهم ندخلهم في الدقيق عاد باش نجمعها بالماء. وكيف قلت لكم هنايا انا استعملت السمسم، يعني الزنجلان. كيف يمكن لكم تعوضوه باللوز، او يعني يمكن لكم حتى تستغناو عليه، ماشي مشكل، يعني ما ديروش الزنجلان، يعني كيبقى لكم حريه الاختيار. حتى القرفه الا ما بغيتوهاش يمكن لكم تعوضوها بنكهه الفانيلا. وغنبدا هنا نجمع العجينه، غنضيف الماء هنايا للتذكير راه غير ما بارد باش كنعجنها. صافي غنبقى نضيف الماء بشويه بشويه حتى نجمع العجينه ونحصل على عجين متماسك، ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه في نفس الوقت. هانتوما تابعوا الفيديو من الاول للاخير، راني شرحت فيه كل شيء كيف كنعودكم دائما. صافي. وغنحيد العجينه من هذا الاناء اللي عجنتها فيه، وغنوضعها في طاوله العمل، وغندلكها مزيان مزيان مزيان. ضروري تدلكوا العجينه كيف كنقول لكم. هانتوما تبعوا الفيديو شوفوا كل شيء، دلكوها مزيان. غنستمر انا بهذه العمليه حتى نكملها ونجمعها ونتلاقاو معكم ان شاء الله. صافي. هنايا راه دهنتها بالزيت، هاي كما شفتوا، يعني راه دلكتها مزيان، وكنغطيها بلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. بالنسبه لهذا الجو دابا راه شويه الحال بدا كيولي كيسخن، ماشي مشكل 10 دقائق. في الحال برد تخليوه حتى ل 15 دقيقه. صافي. وغنقطعها هكا على اجزاء، يمكن لكم ديروهم كبار، يمكن لكم ديروهم القياس اللي بغيتو. انا تبعوا معايا، هذا هو القياس اللي درت، ودرتو بهذا الشكل هذا بحال اللي شفتوا. درتو على شكل حريبلات هكا صغار، وبديت كنقطعهم. هاي بحال اللي شفتوا هكا كتسهل معكم العجينه حتى العبار كيجي على قد يديكم، يعني العبار نتوما خلاص نتوما اللي كتحكموا فيه. انا بالنسبه لي درتهم صغار، نتوما كنتو غديروهم كبار غتقطعوهم بحال شكل الرغيفه وديروها كبيره. غير هنايا لسان الطير كيجي شويه كبير، انا ما بغيتوش يجيني كبير، بغيتهم يجوني صغيورين بحال الحبه ديال اللوز. وكتبقى لكم حريه الاختيار، يعني نتوما الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه. انا كنديرهم بهذه الطريقه هذه، كتجيني سهله، كتساعدني بزاف بزاف. وغنجيب هنا واحد الصينيه انا دهنتها بالزيت، وغندهن الكويرات، يعني غندير واحد شويه الزيت هنايا في يديا، وغنبقى ندهن هذوك الكويرات اللي قطعت قبيله، وغنبقى نوضعهم في الصينيه بحال هكا.
ها هي غنبقى ندهن يدي وندهن هذوك الكويرات غير بشويه الزيت، ما كنكثرش بزاف. وغنبدا نبسط الكويرات اللي عندي. غنبدا بالاولى اللي قطعت قبيله، غنبدا نبسطهم. يعني كندير لهم بحال التريد، راه سبق لي ونزلت معكم في القناه انتم بحال شفتوا. صافي راه انا هنا درت المقله كتسخن. صافي ملي كتسخن المقله مزيان كنقص النار، يعني كنزل الحراره ديالها. صافي وكنبسط العجينه بحال اللي شفتوا، غنهزها وغنوضعها في المقله. وردوا البال، يعني ضروري العجينه ما خصهاش طيب، يعني غير كتنشف من، يعني كنحسوا بالعجينه ديالنا تماسكات صافي وكنقلبها، ما خصهاش طيب نهائيا. ها هي غنهزها دابا صافي شفتوا. ها هي هادوك راه غير الحبيبات ديال الزنجلان، وفي نفس الوقت غير كنحيدها صافي وكنبدا نلويها بهذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. يعني كندير على شكل غولي وكنزير، كنأكد زير على الجوانب باش ما تحلش لكم. راه انا ما خرجت ليش الكسور بزاف، خرجت ليا غير واحد زليفه صغيره ديال الكسور، يعني ما عمرش كاع. ها هي بحال اللي شفتوا كندهن هاد النصف دائره وكنسد، يعني كنرولي حتى الاخير وانا كنزير، يعني ما كنطلقهاش دفعه واحده. ها هي شفتوها. وإلا بانت لكم شي بلاصه مازال ما لصقاتش مزيان كنلصقوها، لان ما حدا سخونه كتلتصق ما كتعاودش تحل بحال درتي الكولا. ها هي بحال اللي شفتوا. هذاك الشيء قلت لك تيعجبوني صغيورين كيجيو حلوين وكيبقى لكم حريه الاختيار. وكنديرهم هكا في وسط واحد المنديل ديال المطبخ، وكنعاود نغطيهم بلاستيك الغذائي، كنأكد باش كيبقاو سخونين وعرقانين ما كينشفوش، كيبقاو محافظين على ديك الطراوه ديالهم. وفي نفس الوقت كنبسط وحده اخرى بحال اللي شفتوا. ها هي وغنوضعها في المقله بنفس الطريقه كي قلت لكم، راه غير كتشم الصهد ديال المقله ما كطيبش. ها هي غير غندير وغنقلبها شفتوا. هذاك راه غير الحبيبات ديال الزنجلان كنعاود ناكدها لكم. صافي وكنحيدها. وفي نفس الوقت نفس العمليه كندير، كنروليها بسرعه، يعني في نفس الوقت ما حدا سخونه، وكنأكد عليكم دائما الجوانب. ها هي باش ما كتحلش. ها هي وكنعاود نسد مزيان وغنعاود نوضعها في المنديل. نفس العمليه غنقوم بها، يعني غنبقى غادا مستمره حتى نكملهم كاملين ان شاء الله. بالنسبه لكم نتوما الا كنتو يعني غتبغوا طيبوهم وتتساليوهم عاد تلصقوهم، جمعوهم في واحد المنديل وعاود يعني وضعوهم كاملين في المنديل، وبلاستيك الغذائي كنأكد او بلاستيكه، يعني باش يبقاو عرقانين، باش يمكن لكم تلصقوهم، او يمكن لكم تخدموا نصف الكميه وتلصقوها وترجعوا لنصف الكميه الثانيه. انا كنفضل نديرهم هكا باش بالزربه كتلتصق معايا العجينه وما كتعذبنيش. وهكا كنكون نهيتهم كاملين وكملتهم. وها هما شفتوا دايرهم في المنديل ديال المطبخ ومعاوداهم في بلاستيكا يعني ديال المطبخ. ها هو شتي الكميه اللي خرجت لي، يعني كميه زوينه. نص كيلو ديال الدقيق عطاني هاد الكميه هادي. صافي وغنبدا نقطعهم بواحد المقص وكنديرهم على شكل مائل بحال اللي شفتوا هكا، وكنقطعهم انا صغيورين بحال اللي كتشوفوا. وانتم كيبقى لكم حريه الاختيار، يعني يمكن لكم ديروهم كبيبرين شي شويه على هكا، يمكن لكم انا شفتوا الشكل اللي قطعتهم به هو كتشوفوا فيه. يعني دائما كتبقى عندكم حريه الاختيار، ديروا اللي بغيتوا. يمكن لكم ديروهم كبر من هكا، انا عجبوني بهذا الشكل هذا وغنكملهم ان شاء الله ونرجع معكم. هاي تبارك الله داير بحال اللوز، يعني هانتوما كتشوفوهم كي دايرين صغيورين وزويونين. يعني انا نفضلهم هكا صغيرين كيجيوني حلوين. راه درت الزيت كتسخن، ومن بعد ما كتسخن الزيت كنلوح هكا الحبات ديال السانطير باش يطيبوا. وكيف كنقول لكم دائما راه نفس الطريقه كنطيب بها الرغيف دائما. القلي ديال المعسلات ما كيبغيش النار تكون مجهده، من تسخن الزيت دائما نزلوا النار على حراره تقريبا بحال غطفوا البوطه، يعني وتبقاو تراقبوهم بشويه باش كيطيبوا على مهلهم. انا درت جوج مقلات، هذه كنطيب فيها وعندي وحده اخرى كنطيب فيها باش غنسالي دغيا دغيا. وهذا العسل انا سبق لي نزلته معكم في القناه. دابا ان شاء الله ننزل لكم العسل ديال القالب ديال السكر، هذا صايبته السكر سنيده وناجح 100%. ها انتم كما كتشوفوا راه ثقيل وعاقد، يعني انا كنوريكم دائما باش تشوفوا.
صافي وكنبقى نراقبهم هكا، كنحرك وانا كنراقبهم حتى كيطيبوا. هانتوما كما شفتوا. وغنزولهم من النار وغنوضعهم في العسل. وكنضغط عليهم بحال هكا. وغنعاود نعمر المقله المره الثانيه. صافي وغنعاود نوضع المقله الثانيه اللي طيبت، غنضيفها هنايا في العسل، خليهم يشربوا العسل مزيان مزيان مزيان. صافي وللتذكير العسل الا سخن لكم ضيفوا عليه شويه العسل من العسل اللي عندكم بارد. وانا عاود عمرت المقله ونستمر بنفس العمليه حتى نكملهم. وغندوز دابا ان شاء الله غنحيد هادو من العسل. هيا كما شفتوا الحبه ديالهم يعني بحال اللوزه، كيجيو غزالين. غير جربوهم ان شاء الله غينجحوا معكم. ما بغيتوهم صغيورين نديروهم بحجم كبير. صافي وغنصفيهم هنايا حتى يتسقطروا من العسل. وغنكملهم بنفس الطريقه، يعني غنقليهم ونديرهم في العسل ونصفيهم. وغنتلاقى معكم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش كنحتفظ بهم في المجمد ان شاء الله. وهنايا انا وضعتهم في بلاستيك ديال المجمد اللي كندخلوه المجمد، ودرتهم بهذا الشكل هذا، يعني بسطتهم، يعني درتهم بشكل مبسط هكا حيت صغيورين باش نتحكموا فيهم. حتى الا بغينا نستعملوا غير النصف ديال الكيس ممكن، علاش لا، يعني كيسهلوا معنا هكا باش نحتفظوا بهم. وغناخذ هذه البواطه هذه وغنوضعهم فيها. كيف ما يمكن لكم تستعملوا البواطه، كيف ما يمكن لكم تخليهم غير هكذا. يعني انا كنوريكم كل شيء وكيبقى لكم دائما حريه الاختيار. صافي وكنوضعهم في الطاسه هذه او البواطه. وكيف عودتكم دائما ضروري ديروا البلاستيك الغذائي هكا باش ما كتدخلش لهم الرطوبه. انا راه كيبقاو عندي مده طويله ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. وغنعاود نجيب البلاستيك اللي كندخل المجمد. ضروري هاد العمليه تقوموا بها. كنجي للجوانب هكا وكنطوي واحد الطويه صغيره بحال هكا، يعني باش كنزيروا البواطه، لان ضروري كتكون ما كيكونوش مزيرين هكا. كنتحكم فيهم وكتبقى عندي القرمشه ديال المعسرات اللي عندي. وان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي. وبهذا مشاهدي الكرام كنكونوا نهينا الوصفه ديال اليوم. نتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. ها هي شفتوا الشكل ديالها كتجي صغيره بحال اللوزه. كيف كنقول لكم دائما كيبقى لكم حريه الاختيار، ديروها كبيره او متوسطه. انا كتعجبني هكا كتجي صغيره وحلوه وزوينه. وما تنساوش تقاسموا الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وتشجعوني قناه مطبخ ام ناصر باش دائما نجيب لكم جديد. انا هنايا رشيتهم بواحد شويه ديال السمسم، وها هي غتشوفوها من الداخل يعني مقرمشه وطايبه. الى اللقاء، الى حلقه مقبله ان شاء الله.